السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل معاكم طريقة اللحمة بالبصل، حاجة كده ما شاء الله تحفة. طبعا اول حاجة هنبدأ بيها، معانا صينية على البوتاجاز على النار. طبعا النار لازم تبقى حامية عشان اول ما نضيف عليها اللحمة هيبقى تاخد صدمة معانا وتنزل المية بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده انا مقطعة اللحمة قطع صغيرة. وانت اللي حباه برضو، انا هنا مقطعاها قطع صغيره، انت لو حابه تحطها قطع زي ما هي ماشي، ما يجراش حاجه. انا عملتها قطع صغيره كده عشان ما تاخدش معايا وقت في السوا خالص، وفعلا ما اخدتش يعني اخد معايا بكتير خالص ساعه الا ربع على النار. زي ما انتوا شايفين كده هنبدا، بس اول ما تاخد معانا الصدمه نبدا نقلب فيها كده يا دوب بس لونها يتغير، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده، بس لازم ايدينا تبقى فيها عشان ما تمسكش معايا على النار. لازم زي ما انتوا شايفين كده نقلب فيها كل شويه. اول ما تنزل الميه بتاعتها نبدا بقى نضيف معانا المكونات اللي هي حبهان، ورق لوري دوت انا طحناه، ورشه فلفل اسمر، ونبدا بقى نغطي عليها ونسيبها لما تنزل ميتها خالص وتبدا تشربها تاني. هنبدا بقى نضيف المكونات بتاعتنا. هنا طبعا بعد ما نشفت خالص وخدت معانا اول صدمة كده، نزلت ميتها وبعد كده شربتها تاني. ضفنا بقى نص معلقة 7 بهارات، بتدي اللحمة طعم جميل جدا وبتوديها في حتة تانية خالص صراحة. طبعا معايا كمية البصل، انا هنا معايا كيلو لحمة، هنضيف عليه زي ما انتوا شايفين كده 3 4 بصلات يكونوا حلوين. زي ما انت حابة، يعني حابة تضيف لها بصل كتير ماشي. انا هنا ضفت 3 بصلات كبار كويسين يعني. هنسيبها بقى برضو مع البصل، ومعايا تكايه هنا برضو جميله هوريها لكم. اول ما البصل بتاعنا يدبل كده هنبدا معانا جزرتين مبشورين برضو ما شاء الله. جربوا الطريقه دي مش هتندموا عليها، ما شاء الله جميله جدا، وبتدي اللحمه بتعمل لها صوص كده جميل. وحاجه جديده وحلوه قوي، بس حلوه تجديد في الاكل يعني. زي ما انتوا شايفين كده نبدأ بس نقلبها تقليبة صغيرة، وبعد كده هنغطي عليها ونسيبها في الاخر خالص. مش هنملحها دلوقتي خالص الا لما تاخد معانا في السوا وتستوي سوا كامل. هنبدأ بعد كده نضيف الملح بتاعنا. ما شاء الله اللهم بارك، حاجة ما شاء الله تحفة اهوت، والصوص بتاعها جميل جدا. هنا طبعا حابة تاكليها مع رز ماشي، حابة بالعيش ماشي. انا هنا عملت معاها رز ابيض عشان ولادي، وحاجة كده تحفة. انا بوريكم هنا شكلها، بقول لكم هي استوت وما شاء الله جميله. طبعا هنحط الملح بتاعنا زي ما انتوا بتظبطوا ملحكم، وبعد كده هوريكم الشكل النهائي. هنا ده الشكل النهائي بتاعنا، بألف هنا اللي اكل منها، وحاجه كده تحفه. جربوا الطريقه دي ومش هتندموا. ده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.